الأمير تركي الفيصل ينتقد الضربات الأمريكية الأخيرة على المفاعلات النووية الإيرانية ويتساءل: ماذا عن مفاعل ديمونة؟ السلام عليكم. انتقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات العامة السابق في المملكة العربية السعودية الضربات الأمريكية الأخيرة التي قامت بها أمريكا ضد المفاعلات النووية في إيران، وتساءل سموه: ماذا لو قامت هذه الطائرات بضرب مفاعل ديمونة في فلسطين المحتلة؟ وبما أننا الآن نعيش في مرحلة إعادة تشكيل العالم وفي محاولة إيجاد نظام عالمي جديد يقوم على العدل والمساواة بين جميع دول العالم، تساءل سموه: لماذا تحرص الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بشكل عام على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بينما تغض الطرف عن امتلاك دويلة الكيان لأسلحة نووية؟ كذلك هذه الدويلة التي ترفض الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية ولا تخضع منشآتها لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فهذا الشيء لا يمكن أن يجعل العالم يثق بهذا النظام العالمي الجديد، والتي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس الأمريكي الحالي ترامب من إظهاره للعالم وإبرازه للعالم، فهو يسعى للحصول على جائزة النوبل للسلام ويدعي بأنه رجل السلام في العالم. فلا يمكن لشخص يريد السلام في العالم أن يكيل بمكيالين ويسمح لدول بامتلاك سلاح نووي ودول أخرى تمنع حتى من مجرد التفكير في ذلك. تحياتي للجميع.